اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صباح الفل، صباح الهنا، صباح الجمال عليكم. صباحكم نادي بنور الله. يلا تعالوا كده شوفوا النهارده هنعمل ايه. نرجع كده لايام زمان، والخبز ده يا ولاد بقالي يمكن اكتر من سنتين ما عملته. هنعمل النهارده العيش الطري. ناس بتقول عليه العيش المصري، احنا بنقول عليه هنا في الارياف العيش الجمحي. ومكوناته سهله وبسيطه، ولو عايزين طريقه العجينه اكتبوا لي في التعليقات وهنزلها لكم. مكوناتنا ميه ودقيق وملح وخميره ومعلقه سكر انها تنشط الخميره، والطعم معاك العيش تخليه زي الفل. العيش ده يا ولاد والله يتاكل حاف من غير اي شيء. احنا بنعجن العجينه وبنسيبها تخمر، وبعد ما تخمر بنقطعها ونسيبها تريح ترفع يعني حوالي 10 دقائق، ونبدا نغبسها على طول. بالله عليكم ما تنسوا تشاركوا الفيديو مع احبابكم واصحابكم. صفحه هناء يا ولاد مش هتكبر غير بيكم، واللايك والتعليق ربنا كده يديمكم نعمه في حياتي. الصفحه دي صفحه جديده زي ما قلت لكم على طول، اعملوا متابعه واعجاب للصفحه، ربنا يبارك فيكم حبايبي واخواتي. قطعت العيش وبدات بايديا كده ايه اديه ايه، كنا بنقول زمان ايه، نكتم رقبته. يعني ايه نكتم رقبته يا اولاد؟ يعني نضغط عليه بايدينا كده بحيث ان هو يرفع معانا بسرعه. على ما تولعي الفرن بتاعك وتظبطيه هيكون العيش رفع معاكي، تبداي تريحيه. عارفه ان ريحه صعب، بس ما فيش حاجه شاطره على صعبه على الست الشاطره. اول ما يرفع معانا ولعنا الفرن من تحت ومن فوق، الشواريج من فوق تكون عاليه ومن تحت هاديه، وبصبعينك السبابه ومن جناب الرغيف كده وارفعي على ايديك. ريحه 2 3 4 كده وانزلي. الكلام سهل يا هناء، بس الحركات صعبه. مره في مره هتشطري وتعمليه. هنقول لك على طريقه كمان لو عايزه تعمليه من غير ريحه. وخديه على المطرحه، ايديكي من ورا مرفوعه من عند ايد المطرحه، ومن قدام نازله لتحت سن، وريحي كده زي ما انت شايفه معايا. والله ما هو صعب. كل شيء في اوله صعب انك مش بتبقى ضاريه، لكن مره على مره هيبقى زي الفل معاك. ممكن تعجنيه وتلبسيه، تخلي العجينه لابسه، وتقطعيه على رده وتبططيه وتخبزيه على طول. شفتوا نظام الجرس زيها كده، بس ده بيبقى اطعم. ليه؟ لان اللي هو مرجوك ده بيبقى خفيف، بترحيه بيبقى خفيف معاك وزي الفل. وابدا اخبزي زي ما قلت لك، نارك من فوق تكون عاليه ومن تحت هاديه شويه، للشواريك ديت اللي بتخلي الرغيف يفزع معاكي ويجيب. العيش ده صحي صحي صحي، يعني لا فيه سمنه ولا فيه زيت ولا زبده ولا اي شيء، وتيجي في طعمه تلاقيه اطعم من اي شيء تاكليه. يعني والله لو لقمه بكوبايه شاي كده يا ولاد فضل ونعمه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وريح عيشك كده واخبزيه بالشكل الجميل ده، وهنوريكم الشكل النهائي للعيش برضو ما شاء الله ما شاء الله عليه. تعالوا كده نشوف اللي في الفرن عمل ايه. معاك عودك، معاك الكفه بتاعتك او اللقاطه، وبتبداي تديري وتظبطي. انا هنا عليت الفرن شويه منين، من فوق، وما شاء الله في ثواني نكون مخلصين الكميه اللي معانا. شايفين يا ولاد؟ شايفين ريح الرغيف على الايد وعلى المطرح. اللهم صل على النبي. وقولوا لي برضو ايه رايكم في الفيديوهات بتاعت هناء، نغير نعمل، اهم شيء تكون الفيديوهات عاجباكم وتستفادوا منها. انا لا بنحب الهلس ولا الكلام اللي ماليش لازمه، احب كده الحاجه تستفادوا منها.